السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القراقيش بطريقة سهلة وبسيطة، ومن كيلو واحد بس دقيق. زي ما انتم شايفين كده كيلو واحد بس. هنعمل قراقيش بأسهل طريقة، وما شاء الله تبارك الله هتعمل معايا كمية حلوة قوي. تمام. قبل بس ما نبدأ الفيديو، يا ريت متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا ده معايا كيلو دقيق زي ما انت شفتيه كده، وزنته على الميزان. كيلو دقيق. وطبعا هنخله عشان في لو في اي حاجه، بس هو يعني الحمد لله كان نضيف ما فيهوش اي حاجه. بس برضو النخل كويس جدا لاي معجنات، يعني ممكن تدخليها تبقى معاكي كويسه، بتدخلي هوا جوه في الدقيق تبقى كويسه خالص، تطلع معاكي كويسه. تمام. معايا كيلو دقيق كده، دخلته زي ما انتم شايفين. هحط ده حوالي معلقه صغيره، يعني الباكو ما كانش كامل. حوالي معلقه صغيره بيكنج باودر. ومعايا بقى باكو خميره كامل اللي هو 16 جرام. تمام. هحط معلقتين 3 سمسم لو انت حابه. حطيت معلقتين سمسم كده، هقلبهم في بعض زي ما انت شايفه. معايا بقى ايه، هجيب كوبايه هحط بقى السمن على الميه، كله عجنه في بعض. يعني هو في طريقتين، ممكن تعجني كله مع بعض زي ما انا هعملها النهارده. دي ذره ملح كده، حاجه بسيطه. وفي طريقة تانية، انت ممكن تبسي الدقيق الاول مع السمنة قبل ما تحطي المية بتاعتها. دي طريقة ودي طريقة يعني. تمام. بس انا كده حبيت ان انا اعمله كله مع بعض. تمام. كيلو الدقيق بياخد كوبايتين سمنة زي ما انت شايفة كده. حطيت كوباية وادي كوباية تانية، كوبايتين، حوالي كوبايتين يعني. تمام. هقلبهم كده مع بعض تقليبة كده خفيفة، واحط المية عليهم كله، هعجنه مع بعض مره واحده. في بقى طريقه انت ممكن تبسي الاول الدقيق في السمنه زي ما انت قبل ما تحطي الميه. تمام. تبسيه كده زي ما بتبسي الكحك، وده بيطلع معاكي ناعم شويه عن الطريقه دي. الطريقه دي بيطلع اللي هو خشن شويه. تمام. معاكي نص كوبايه سكر في نفس الكوبايه بتاعت السمنه، حوالي يعني نص كده او اقل من نص بشويه، زي تلت كوبايه. حط عليها كوبايه ميه دافيه. ميه لازم تكون دافيه عشان الجو ساقعه وتخمر معاكي العجينه بسرعه. تمام. هدوبهم كده كويس واحطهم على الدقيق واعجن كله مع بعض. هو يا بصي بقى الميه، يعني انت مش هحط الميه دلوقتي كلها مره واحده. حط حوالي كوبايه ونص كده ولا حاجه، وبعد كده لو احتاج التاني هحط. ليه؟ لان الدقيق كله مش زي بعض. في ممكن ما ياخدش تاني، في ممكن ياخد كوبايتين الا ربع، في ياخد كوبايتين حسب الدقيق بتاعك. تمام. انا هقلبه كده كده تقليبه كده خفيفه بالمعلقه، وهعجن كله بايدي اهو زي ما انت شايفه كده. شلت المعلقه بتاعتي، هعجني كده كله بايدي كده، مش هياخد وقت خالص. طبعا عندك عجان اعجني فيه، بس انا صراحه يعني انا استسهلت، يعني هو كيلو مش حاجه. بصي زي ما انت شايفه في ثواني كانت لم، والله مش كان يعني ما خدش حاجه خالص. اعجنه كله كده مع بعض. عايزه اقولك دي اول مره اعمل الطريقه دي، انا كنت بعملها على طول. كنت لازم ابس الاول الدقيق بالسمنه. كان بيطلع حلو برضو. بس الطريقه دي يعني انت عايزاه خشن شويه، لو عايزاه ناعم بس الدقيق بالسمنه. بس هو الطريقه دي سهله وسريعه، وبيطلع معاكي مقرمش وحلو قوي. تمام. بص كده كده العجينه كلها اتلمت. كانت محتاجه بس حوالي معلقتين، بس لما تيجي زودي بالمعلقه والمعلقتين، ما تكبيش كده عشان ممكن الميه تزيد معاكي غصب عنك، وهتطلع معاكي العجينه طريه خالص، ويطلع معاكي طالما الميه العجينه اللي فيها ميه كتيره بتطلع معاكي ناشفه. تمام. فانت زودي بالمعلقه عشان ما يتكبش منك غصب عنك. كده خلصتها. هغطيها واسيبها ترتاح. انا مش هسيبها تخمر، يعني انا مش هسيبها تخمر، انا هخمرها بس بعد ما اقطعها. بس انا هسيبها كده 5 دقايق ترتاح قبل ما اجهز الملبن بتاعي. طبعا عندك عجوه، عندك ملبن، عندك اللي انت حابه تحطيه حطيه. عايز تعمليها ساده، ما عندكيش حاجه عايز تعمليها ساده، بتطلع برضو حلو قوي مع كوبايه شاي. كوبايه شاي بلبن على الفطار الصبح، بالليل عايز عيل عايز ياكل كده. تمام. حطيت كده حوالي مع يعني حته سمنه صغيره، حوالي معلقه نص معلقه صغيره، لان الملبن بتاعي صراحه كانش محتاج سمنه اصلا. الملبن كان طري جدا. بصي عجنته ما خدش وقت خالص، مع اني مطلعاه من التلاجة. بصي بقى عامل زي العجينه اهو. ومعلقه سمنه ومعلقه سمسم، نص معلقه سمنه ومعلقه سمسم، وعجنته كده زي ما انت شايفه كده مع بعض. ما خدش حاجه خالص. هعمله كور صغيره كده واسيبه كده عشان يبقى بيسهل عليا التقطيع، يعني زي ما انت شايفه كده.
اعملها كور كده، وهبدا بان انا اعجن العجينه بتاعتي، هقطعها. طبعا كنت عاملاها على الرخامه، بعد ما مسحت الرخامه قلت لا هقعد على الطبليه، انا اللي وقفني الوقفه دي كلها كده لغايه ما اخلص الدقيق العجينه كلها، فقعدت على الطبليه على الارض. تمام. بس انا مش عارفه التليفون الكاميرا عملت كده ليه، انا مش عارفه صراحه، يعني ما جابتهوش كده. طبعا باخد قطعه كده من العجينه، بتكون ارتاحت طبعا، فلما ترتاح بتتفرد معاكي بسرعه. بفرد حته قطعه كده وببرمها. يعني البرمه دي بتديكي طبقات يعني، وبرجع بعد كده ان انا افردها واحط الملبن فيها، احط الملبن كده على جنب كده، عشان اما اتني الجزء الفاضي على الجزء اللي فيه ملبن. يعني على قد ما اقدر احاول اخلي الملبن يجي في النص. تمام. هبططها كده كويس قوي، وبالنشابه برضو هضغط عليها كده، هفردها بالنشابه عشان تسهل معايا الفرد. ولو معاكي حته زياده، طبعا لو في حته حسيت ان هي زياده، حته مش كده زي ما انت شايفه مش متساويه، بالسكينه كده بقطعها عشان يبقى الشكل حلو، تبقى كلها متساويه. تمام. شلت الحروف كده حرف كده عشان خاطر بس مكانتش متساويه، تبقى كلها مقاس بعض، وبالسكينه كده وبقطعها. او عندك عجله بيتزا كمان تبقى اسهل، او العجله اللي هي اللي هي بتبقى معرجه دي برضو يبقى شكلها اشيك. بس انا قطعتها بالسكينه كده زي ما انت شايفه. انت مش شايفه الملبن الحمد لله كان يعني معايا كويس، والصواني بصي فاضيه ما فيهاش ولا اي دهن اي حاجه خالص، مش دهنها حاجه خالص، كيف انا مستكفيه بالسمنه اللي جوه القرايش. تمام. برص كده معايا الصينيه، برص في الصينيه، وطبعا بتسيبي مسافه كده من جنب القرايش، يعني مسافه مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، عشان لسه هسيبها برضه هتخمر في الصينيه. هعمل الكميه كلها، امسك قطعه قطعه لغايه ما اخلصها، واعمل الكميه كلها وارصها في الصواني. اللهم بارك ما شاء الله، يعني الكيلو رمى معايا شويه حلوين، عمل لي حوالي 4 صواني وصاج كمان. يعني ما شاء الله، يعني انت لو هتشتري كيلو من بره يعني هتلاقيه غالي. الحاجات دي كلها بقت غاليه خالص في الافران كلها، ما بتاخدش وقت ومش مكلفه زي ما هتشتريها، مش هتكلفك حاجه خالص، وهترمي معاكي كميه اللهم بارك زي ما هتشوفيها دلوقتي معايا في الفيديو. تمام. فضلت كده اشتغل لغايه ما خلصت الكميه كلها. بص ما شاء الله، 4 صواني، 3 كبار وواحده صغيره، والصاج ما شاء الله مليان. خلصتهم طبعا كده، وهسيبهم لما يخمروا. انا يعني دي خطوه مهمه قوي، ان انت تسيبهم يخمروا قبل ما تحطهم في النار في الفرن. طبعا ما اجي احطهم في الفرن لازم يبقى الفرن سخن جدا، لازم ابقى مسخن الفرن قبل ما احطهم في الفرن. انا سويتهم في فرن البوتاجاز. بتحط على الشبكه كده، بتتحمر من تحت، القعر من تحت بيتحمر، وبعدين الشوايه طبعا بتبقى مولعاه، بس النار تبقى يعني تبقى متوسطه، يعني لا هي لا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي عشان تنشف لك البتاع، او ولا هي عاليه قوي بحيث ان هي تحمر لك الوش والظهر. والاخر بص الظهر الله ما شاء الله، تحمر لك الوش والظهر، وتلاقيها من جوه عجينه. بصي زي ما انت شايفه ما شاء الله، مفرغه من جوه وجميله جدا. ما خدوش وقت خالص صراحة، كيلو ما بياخدش حاجة، بس بيرمي معايا كمية كويسة زي ما انت شايفة كده. واللون اللهم بارك. حابة تعمليها بزيت تمام، ممكن تحطي بدل كوباية زيت وكوباية سمنة. حابة تعمليها كلها بزيت برضو، بس الزيت هينشفها معاكي، يعني لازم تحطي السمنة بتقرمشها وبتخليها برضو ايه، ناعمة شوية معاكي. انا عملتها كلها بسمنة. بص ما شاء الله اللهم بارك الكمية، ما شاء الله رمى معايا كمية كويسة اوي، وبطريقة سهلة وما خدتش وقت معايا. واسيبكم في رعاية الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.